الفترة دي نازلة طبعا اعلانات المسلسلات بمناسبة شهر رمضان الكريم، فهنتكلم عن مسلسلات رمضان 2025 بالتفصيل. يلا بينا. السلام عليكم واهلا بيكم في حلقة جديدة. هنتكلم عن مسلسلات رمضان. كل سنة وانتم طيبين طبعا بمناسبة شهر رمضان الكريم، خلاص على الابواب، فاضل اقل من اسبوعين وداخلين على رمضان، ورمضان سعيد عليكم باذن الله. فالبدايه كده احنا قسمنا الحلقه ديت على اجزاء. في البدايه كده هنتكلم عن النجوم اللي غايبين عن رمضان ده 2025. في نجوم مش هيشاركوا. النجوم اللي ما عملوش مسلسلات السنه دي، عندك النجم احمد عز والنجم كريم عبد العزيز ومحمد رمضان، دول غايبين عن الموسم الرمضاني. والنجمه منى زكي طبعا مش عامله مسلسل زي السنه دي، برضو مش عامله مسلسل. هنتكلم عن مسلسلات رمضان بالتفصيل. المسلسلات معانا في سلسله مسلسلات معمول منها جزء تاني هنتكلم عليها في الاول. في البدايه كده معمول الجزء الثاني من مسلسل جودر الف ليله وليله. المسلسل ده كان معمول منه الجزء الاول في رمضان السنه اللي فاتت، وعملوا جزء منه الثاني رمضان ده نازل الجزء الثاني. فالمسلسل ده عباره عن الف ليله وليله والحاجات دي، الاسعار وكده، يعتمد على الجرافيكس والفي اف اكس والحاجات ديت. لو انت محب الالف ليله وليله، روايه الف ليله وليله وجودر وكده، اتفرج على المسلسل بطوله ياسر جلال. مسلسل تقريبا 15 حلقه، فده المسلسل الاول معانا. عمل الجزء الثاني من مسلسل اشغال شقه، المسلسل الكوميدي بطوله هشام ماجد، معمول منه الجزء الثاني ونازل رمضان 2025، اسمه بعنوان اشغال شقه جدا. الحلقه بعنوان طبعا مسلسلات رمضان اسماء كرييتيف جدا، فالحلقه دي بعنوان اسماء كرييتيف لمسلسلات رمضان. تعال نتكلم عليها بالتفصيل، هتشوف طبعا معايا في المسلسلات. معمول الجزء الاخير من مسلسل المداح، الجزء الخامس، كان معانا لمده عمل 4 سنين 4 اجزاء، وده الجزء الخامس، ده الجزء الاخير. فعامل اخر جزء المداح بعنوان اسطوره العهد، ده الجزء الاخير، مش هيعملوا اجزاء تانية، فده الجزء الاخير. اتعمل السنه اللي فاتت مسلسل العتاوله ونجح وكسر الدنيا في موسم رمضان 2024، وعملوا منه الجزء الثاني اللي نازل السنه دي، العتاوله 2. المسلسل ده يعني ايه، الجزء الاولاني هو مش كقصه مش احسن حاجه، بس كنجوم عندك بطوله النجم احمد السقا وطارق لطفي ومجموعه من النجوم من معاه، وطبعا عيسى الوزان، باسم سمره. فالمسلسل ده اتعمل منه الجزء الثاني، وفي توقعات كتيره جدا اللي هو احسن من الجزء الاولاني، انه غيروا الكاتب وبقى كاتب تاني وكده. مسلسل العتاوله ده هيكسر الدنيا في رمضان 2025، هنشوف اللي هيحصل ويلا بينا. والمسلسل ده طبعا كان الجزء الاولاني انتهى بموت باسم سمره عيسى الوزان، وبس المسلسل الجزء الثاني هيرجع ان هو كده ما ماتش في الجزء الاولاني، هو هيرجع في الجزء الثاني، واضافه ممثلين جداد، فيفي عبده ونسرين امين مشاركه في الجزء الثاني، فغيروا ممثلين واضافوا ممثلين تانيين. فهنشوف الجزء الثاني ايه اللي هيحصل فيه، مستنيين رمضان. معانا مخرجين بقى مشاركين في رمضان، يعني عندك المخرج محمد سامي شارك بمسلسلين في رمضان نازل بتقله. عمل مسلسل اش اللي بطوله مي عمر، وعمل مسلسل سيد الناس لبطوله عمرو سعد، والاثنين هيتذاعوا على ام سي مصر. فالاثنين مسلسلين بان عليهم ان هم متكلفين جامد يعني من الاعلانات وكده، وهيبقوا حصان الرهان. هو منزل المشاركين. طبعا انت عارف محمد سامي في اي رمضان هو بيحب مع الخلطه السريه لمسلسلات رمضان، هو الناس بتحب الاكشن والجو بقى ايه، الحاجات الصراعات والانتقام وكده، واحد يكون مظلوم فهي الخلطه ديت معاه هو، والناس بتاكل الخلطه دي من الاخر، يعني بتاكل معاهم الحته دي. فناجح هو ده، ما تعبش عليه، اللي هو راجل عارف شغله والناس بتحب ايه في رمضان وكده. وعامل مسلسلين ونازل، وهنشوفوا ايه اللي هيحصل في رمضان. المسلسلين بتوعه سيد الناس سيد الناس ده بطولة عمرو سعد، واش ده بطولة مي عمر، والاثنين هيتذاعوا على ام سي مصر ومجموعة وشاهد، مجموعة ام سي مصر السعودية. المسلسل اللي بعده معانا مسلسل للنجم مصطفى شعبان، اللي كان عامل السنة اللي فاتت مسلسل معلم، عامل مسلسل صعيدي وقصة صعيدية باسم حكيم باشا. ده هنعيش بقى القصة الصعيدية والصراعات اللي هتحصل في الصعيد. فالمسلسل ده بعنوان كده، هنشوف ايه اللي هيحصل في المسلسل بتاعه. مسلسل 30 حلقة، وهيتذاع طبعا على متحدة دي ام سي واون دراما، فهيتذاع بتاع، هنشوف ايه اللي هيحصل. ومسلسل طبعا مسلسلاته في رمضان بتعمل ضجه ومشاهدات حلوه برضو بتنجح، فهنشوف هيعمل ايه. وده كان مسلسل مصطفى شعبان ومسلسل 30 حلقه. معانا مسلسل بعد كده اللي بعد غياب كبير للنجم محمد هنيدي، عامل مسلسل اسمه شهاده معامله اطفال. المسلسل ده تقريبا 30 حلقه او 15 لسه مش عارفين، هيتذاع في رمضان على دي ام سي واون دراما، هنشوف ايه اللي هيحصل. وده رجع بعد
بعد غياب فتره عن المسلسلات عمل مسلسل جديد، مسلسل اسماء كرييتيف بصراحه ده من اسماء كرييتيف شهاده معامله اطفال. فهنشوف هل المسلسل هو مسلسل من كده كوميدي بس هل هيبقى حلو ولا لسه هنشوف طبعا في رمضان، محدش يعرف حاجه. بالتوفيق للجميع وده من المسلسلات. ومعانا مسلسل اخيرا في دور جديد ودور مختلف للنجم احمد مكي في مسلسل الغاوي. المسلسل ده انا متحمس له بصراحه، عايز اشوف احمد مكي في دور مختلف بعيدا عن الكبير قوي، فهنشوفه في دور مختلف ومسلسل جديد. الغاوي منتظرين المسلسل وعايزين نشوفوا ايه اللي هيحصل في المسلسل. المسلسل اللي بعده من بطولة ياسمين عبد العزيز وهو مسلسل وتقابل حبيب. هي كانت عامله مسلسل قبل كده ونحب تاني ليه، بقى دلوقتي بقى عامله وتقابل حبيب. المفروض بقى نضيف ايه وتقابل حبيب ليه؟ يعني ايه، الله على الاسماء الكرييتيف اللي الناس بتسميها. يلا بينا. ده من مسلسلات ياسمين عبد العزيز ومعاها نفس الابطال اللي كانوا في ونحب تاني ليه تقريبا، هماهم تقريبا. المسلسل اللي بعده مسلسل لاحمد العوضي، واحمد العوضي بعد ما طلع من البطوله الجماعيه طلع بقى ايه بقى بطوله فرديه، بيعمل كل رمضان مسلسل اخر 3 سنين. عامل فهد البطل، مسلسل صعيدي قصه صعيديه برضو تقريبا، وفي صراعات وكده بتقوم واكشن، في شويه اكشن. فده المسلسل بتاعه اسمه فهد البطل. نجمه دنيا سمير غانم عامله مسلسل تقريبا من 15 حلقه اسمه عايشه الدور، وهو مسلسل من البوستر بتاعه ده مسلسل كوميدي، ودنيا سمير غانم ما بتعملش غير كوميدي، فده مسلسل كوميدي منتظرين هنشوف هنعمل ايه في المسلسل الكوميدي ده. ومسلسل ورمضان عامة معظم اللي بينجح فيه مسلسلات كوميدي، بالإضافة بقى للمسلسلات الصراعات زي مسلسلات محمد سامي، مصطفى شعبان، العتاولة كده. هي دي المسلسلات اللي بتاكل مع الشعب المصري والعربي عامة في رمضان، هما بيحبوا الصراعات كده. والمسلسل اللي بعده من مسلسل من بطولة ريهام عبد الغفور وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب اسمه ظلم المصطبة. الله، بس دي من أسماء برضو إيه ظلم المصطبة. أنت هل المصطبة بقت بتظلم دلوقتي؟ في دي ستارة مكنية دي ولا إيه بالظبط يا جدعان في الأسماء الغريبة دي؟ فده من المسلسلات المعمولة، ده البطولة بتاعتهم، هنشوف إيه اللي هيحصل فيها. المسلسل اللي بعده مسلسل قلبي ومفتاحه، دي بقى من أسماء دي كانت أغنية أخدوا الكوبليه ده قلبي مفتاحه يلا مسلسل في رمضان. دي من المسلسلات المعموله بطوله آسر ياسين ومي عز الدين ومحمد دياب. دنيا سمير غانم عملت مسلسل، اختها تسكت؟ لا طبعا انت لازم تعمل مسلسل. امي سمير غانم عملت مسلسل عقبال عندكم هي وجوزها، مسلسل شكله كوميدي برضو 15 حلقه تقريبا نفس الكلام. المسلسل اللي بعده مسلسل ولاد الشمس لمجموعه شباب بالاضافه للنجم محمود حميده اسمه ولاد الشمس. المسلسل اللي بعده برضو مجموعه شباب بنات اسمه 80 باكو، مجموعة ممثلات برضو، مسلسل كوميدي باين عليه. المسلسل اللي بعده ده كوميدي شكله وفيه شوية إثارة بسيطة سسبنس، مسلسل النص لأحمد أمين نجم الكبير اللي عمل مسلسل ما وراء الطبيعة أبرز أعماله، فمنتظرين نشوف المسلسل بتاعه. المسلسل اللي بعده مسلسل منتهي الصلاحية لبطولة محمد فراج مجموعة من النجوم 15 حلقة. المسلسل اللي بعديه مسلسل جريمة منتصف الليل بطولة رانيا يوسف، المسلسل بعنوانه كده جريمة منتصف الليل، هم حددوا كده التوقيت يبقى الجريمه منتصف الليل فعلا الساعه 12، لو حصلت في وقت تاني يبقى في حاجه غلط في البتاع. المسلسل اللي بعده لام شمسيه بطوله امينه خليل ومجموعه من النجوم. مسلسل اسماء الكرييتيف بقى، المسلسل اللي بعده قهوه المحطه، يعني اسم كرييتيف جدا، في قهوه في المحطه يلا نعمله مسلسل غريبه ويلا بينا. المسلسل اللي بعده مسلسل الحلنجي لمحمد رجب بعنوان مسلسل الحلنجي. الله على الاسماء الكرييتيف المبدعه جدا. الحلنجي يعني واحد نصاب بيسرق بينصب، فهو ده يلا بينا. ده مسلسل الحلنجي وهيتعرض على قنوات النهار والسي بي سي والمجموعه دي طبعا قنوات المسلسل اللي بعده مسلسل بعنوان نص الشعب اسمه محمد من بطوله عصام عمر، والمسلسل ده من بطولته هو نجم شاب صاعد، فبالتوفيق وهنشوف المسلسل ده. والمسلسل ده هيتعرض على شاهد وام بي سي. المسلسل اللي بعده من بطوله روجينا وعمرو عبد الجليل واضافه مجموعه من النجوم اسمه حسبه عمري، وحسبه ده تقريبا اسم شخصيه في المسلسل، فهنعرف المسلسل بيتطرى ازاي. المسلسل اللي بعده مسلسل جومه، ده من بطوله مجموعه من النجوم ميرفت امين ومجموعه من النجوم كتيره، فمش مهم. يلا اللي بعده المسلسل اللي بعده الشرنقه من بطوله مجموعه من النجوم بطوله احمد داوود. والمسلسل اللي معانا مسلسل الاميره من بطوله ياسمين صبري، وده رجعت بعد فتره كبيره من مسلسلاتها، عملت مسلسل جديد رمضان. الاميره
ظل حيط. ومسلسل طبعا ريهام حجاج لازم تعمل مسلسل زي كل رمضان محدش بيشوفه، اسمه أثينا، ده من يونان ده تقريبا ولا من المسلسلات اللي احنا نسيناها قايمه. احسن شباب امراه من بطوله غادة عبد الرازق. شباب امراه يعني الاسم بتاعه اللي هي المراه مرحله الشباب بتاعها، يعني ده المسلسل بتاعها. المسلسل الثاني كامل العدد الجزء الثاني من بطوله دينا شربيني وسعد يونس، مجموعه من النجوم الكبار. ده من المسلسلين كده، دي كده المسلسلات هتتذاع على المتحده، الواتشد وشاهد، وهتتذاع على MC مصر مسلسلات قلنا عليها، وباقي المسلسلات المصريه هتتذاع على DMC وأون دراما، مجموعة بقى CBC دراما والنهار وصدى البلد وباقي القنوات المصرية. دي كده قائمة مسلسلات رمضان 2025. لو عجبك الحلقة ما تنساش اللايك وتدعمنا تحت واكتب كومنت أحسن مسلسل بالنسبة لك عايز تتفرج عليه، وتتوقع مين المسلسل اللي هينجح ويكسر الدنيا في رمضان. مسلسل إخواتي من بطولة نيللي كريم وروبي وكندي علوش، ومسلسل الكابتن بطولة أكرم حسني، مجموعة من نجوم الشباب. المسلسل الأخير معانا اسمه قلع الحجر من بطولة محمد رياض النجم الكبير اللي كان قايم بدور ابن عبد الغفور عبد البرعي في لن أعيش في جلباب أبي، المسلسل اللي نجح جدا وعايش على مدار السنين. كده المسلسلات هنقول لك أهم حاجة. المسلسلات المهمة العتاولة وإيش إيش وسيدي الناس ونص الشعب اسمه محمد وكم مسلسل تانيين هيتذاعوا على MBC مصر وشاهد وMBC السعوديه. باقي المسلسلات هتتذاع على المتحده، اهمهم المسلسلات مسلسل ياسمين عبد العزيز ومسلسل النص ومسلسل دنيا سمير غانم والغاوي، دول هيتذاعوا على DMC وأون دراما وأون لايف، دول هيتذاعوا على المجموعه ديت. دي ابرز المسلسلات اللي معانا. وحكيم باشا طبعا هيتذاع على DMC وأون لايف وأون دراما. انا من وجهه نظري المسلسلات اللي هتنجح في رمضان من قبل ما اشوف اي حاجه ولا الله اعلم يعني، بس من وجهه نظري العتاوله عامل شغل على MBC، عتاوله الجزء الثاني، والمداح زي ما هو هيستمر. الناس اللي بتحب المداح وسلسله المداح هتتفرج عليه، الناس اللي ما اتفرجتش عليه خالص زي مثلا عادي مش هيفرق معاه، بس العتاوله هينجح، الناس هتتفرج عليه وهتتفرج عليه جامد جدا. مسلسل سيدي الناس برضو الناس هتتفرج عليه، ان اصلا التريلر بتاعه والاعلان بتاعه الخلطه اللي انا قلت لك عليها بتاعت رمضان والناس المصريين بتحبوها والعرب، اللي هو واحد اتظلم فبينتقم وبياخد حقه، ده موجود في سيدي الناس. نفس الفكره مسلسل حكيم باشا بتاع مصطفى شعبان برضو بقاله كام سنه بيلعب الخلطه دي، برضو مسلسلاته بتعمل مشاهدات كتيره وبتنجح. فالثلاث مسلسلات دولت عتاوله وحكيم باشا وسيدي الناس هم اكتر مسلسلات الناس مركزه عليهم. بجانب بقى مسلسل إيش بتاع مي عمر، لو في ناس من جمهورها اتفرج عليه. المسلسلات الكوميدي بقى هتبقى عندك اشغال شقه جدا بطوله هشام ماجد، هيتذاع ده على MBC مصر برضو وMBC وشاهد. فبرضو ده لو انت بتحب الكوميديا هتفرج بقى على هشام ماجد ودنيا سمير غانم في مسلسل عايشه الدور، وعقبال عندكم بتاع ايمي سمير غانم وتمرين باك، ومسلسلات الكوميدي ومسلسل النص. مسلسل الغاوي بقى عايزين نعرف عليه بقى ده مسلسل ايه، احنا مش عارفين لغايه دلوقتي. ده مسلسل تقريبا هو تراجيدي كده اجتماعي، ممكن فيه لايت كوميدي يعني كده، فده اللي هنشوفه. دي المسلسلات اللي ممكن نظري هتنجح وهتكسر الدنيا في رمضان. وبس كده احنا اتكلمنا عن كل حاجه. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل جرس التنبيهات. تابعنا كل السوشيال ميديا، اللينكات في الديسكريبشن، ونشوفكم في حلقه جديده. سلام.